هي الأغاني ممكن تأثر على حياتنا؟ طب هي الأغاني ممكن تأثر على شخصيتنا؟ طب هي دي شخصيتي أنا ولا شخصية اللي كاتب الأغنية؟ أهلا بيكم، أنا شيرين من قناة مع بعض. النهاردة هنكمل الموضوع اللي اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت، اللي هو كان الحاجات اللي احنا بنعملها واحنا مش واخدين بالنا وبتخلينا نحس ان احنا متضايقين، وكان من ضمن الحاجات دي الأغاني اللي احنا بنسمعها. في حلقة النهاردة احنا هنركز شوية على الأغاني وازاي الأغاني دي ممكن تأثر على شخصيتنا وعلى حياتنا عامة. بس قبل ما أبدأ عايزة أحكيلكوا تجربتي مع الأغاني وازاي أثرت في حياتي تأثير كبير، وكمان أثرت في شخصيتي جدا. من حوالي 3 سنين كانت الأغاني الشعبي زي ترند كده وكل الناس بتسمعها، وانا كنت لسه اصغر من كده. كنت متأثرة قوي بالاغاني الشعبي وكنت بسمعها على طول. بس الفكرة ان الاغاني دي كان فيها كلام كتير قوي نمى عندي السلوك العدواني، لدرجة ان انا كنت بمشي في الشارع بتخانق مع الناس. غير كمان ان انا كنت بقول الفاظ وحشة كتير قوي. يعني من الاخر كنت متقمصة دور ان انا واحدة، يعني مش هاممني اي حد، مش هاممني اي حد، ممكن اتخانق مع اي حد. انا عايزه اكون شخص وحش. انا مبسوطه بده. انا كده حاسه ان انا قويه وليا هيبه كده لا، انا شخصيه مؤذيه، فانا دي حاجه حلوه. ده اللي انا كنت معتقداه يعني. ده بالنسبه للاغاني اللي كنت بسمعها اللي كان بيبقى فيها كلام كتير عدواني. في اغاني كمان كنت بسمعها كان بيبقى الكلام اللي فيها حزين جدا وكله احباط وبؤس. تكراري ليها كتير وسماعها كتير وانا بغنيها وبسمعها كل يوم خلى عندي شعور بالاكتئاب وبالاحباط وباليأس. واحدة في واحدة بقيت عندي اكتئاب، والاكتئاب ده قعد معايا حوالي 2 أو 1.5 سنة. هي الاغاني ما كانتش يعني السبب الرئيسي ان انا يجيلي اكتئاب، بس هي ساعدت قوي في ده. دي كده تجربتي مع الاغاني وانا كنت مراهقة او كنت صغيرة يعني شوية. دلوقتي احنا عايزين نعرف ازاي الاغاني بتأثر علينا من الناحية يعني العلمية في علم النفس. في العقل الباطن او العقل اللاواعي لما بيسمع كلام كتير وبيكرره كتير، الكلام ده مع الوقت بيتحول لمشاعر. كل ما سمعنا الاغنية اكتر بيتولد عندنا مشاعر قوية اكتر. ومش بس الاغاني عامه، يعني حتى لو انت بتتكلم مع واحد صاحبك وصاحبك ده طول النهار بيشتكي، بيقول كلام سلبي، بيقول كلام مؤذي، الكلام ده كله بيتحول لافكار عندك، والافكار دي بتتحول لمشاعر قويه جدا. ومع الوقت المشاعر دي هي اللي بتبني شخصيتك وبتبني سلوكك، وبتخليك كمان تتعامل مع الناس على هذا الاساس وتشوف العالم بنظرة مختلفة. طب هي الاغاني بس بتأثر على نفسيتنا؟ لا، الاغاني كمان بتأثر على صحتنا. بعد ما عملت سيرش كتير قوي عن الموضوع ده، فعرفت ان هو من الناحية العلمية الاغاني كمان ممكن تأثر على اعصابنا، وبالذات الاغاني العالية او الاغاني اللي انت بتسمعها في السماعة وبتكون معليها قوي. ده كله بيجهد الخلايا العصبية الموجودة في دماغك. في نهاية الفيديو حابة اقول لكم ان مش كل الاغاني وحشة. في اغاني كويسة بيبقى فيها كلام حلو وتحفيزي مثلا. في اغاني كتير فيها كلام حب، ده بينمي عندنا الشعور بالحب. بس انت عامة لازم تاخد بالك من الاغاني اللي انت بتسمعها. يعني انت ماشي بتحب المغني ده قوي، بس اكيد المغني مش اهم من صحتك النفسية ومش اهم من تكوين شخصيتك. وبكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا النهاردة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. استنوني في الحلقة الجاية ان شاء الله على قناة مع بعض، هنتكلم في مواضيع اكتر. لو انت اول مرة عندنا على القناة ما تنساش طبعا تعمل لنا سبسكرايب، وكمان تعمل لي فولو على باقي الابليكيشنز، الفيسبوك والانستجرام والتيك توك. اشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية على قناة مع بعض. باي.